قاعد يستدفع مشرب متي مطبخي بعد ما ضبيته. عن جد تقدري يا جماعة. هلا هذا كان فيه 15. هاي بعد الحرمان من الأكل. يسعد مساكم حبايبي، وهلا وكل الهلا فيكم. كيفكم؟ طمنوني عنكم. ان شاء الله يا رب تكونوا باحسن حال وانتم عم تشاهدوا هالفيديو. بداية حبايبي، اذا كنتوا اول مرة عم تشوفوني بتمنى منكم الاشتراك واللايك وتعليق حلو مثلكم وتفعيل زر الجرس لحتى يوصلكم كل شي جديد عم قدمه. بلشت معكم الفيديو، كان عندنا مشوار على المستشفى، بدنا نغير على الجرح لأمير وبدنا نفك له هذا الكيس اللي موصول بخاصرته إذا شفتوه. فرحنا، كان الدكتور عنده عملية، فقلنا خلينا هيك نتمشى برا بين الدكتور ما يخلص. وصورت لكم هيك الأجواء الخريفية، تساقط الأشجار في حمص. ومن بعد رجعنا دخلنا على المستشفى، وأمير هيك مين ما شافه اللي بيعرفه الحمد لله على السلامة يا أمير، كله يسلم عليه. نشيط 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 نشيط. ايه بس طالع بالاسانسير. لا مشاية. ايه يحلو يحلو. شلونك يا روحي؟ أمير شلونك؟ منيح؟ لك انا الحمد لله رب العالمين. غير الدكتور عم هون الدكتور دغري طلع من غرفة العمليات وصار ياخد أمير مباوسي تبع البيت. لا بشيل لك اياه على شيء خلص. اي ما رح تاخذها جواهم. وهيك الحمد لله شلنا له الكيس لأمير وطمنا على القطب. كان في قطبة مفتوحة على كتر أمير ما بيتحرك، فقلنا الدكتور تلحم لحالها بما أنه لساته صغير وجلده طري. وبهالمناسبة بما أنه الدكتور هيك قالنا أنه في صار ياكل كل شيء أمير، فمن بعد الحرمان طلب أنه ياكل شاورما. اختي يضل كم يوم هيك ياكل على الخفيف، فكان جوعان كتير. وكمان مرقنا على السوق، حتى بدي اشتري جاكيت لإلي شفته بالفيديو الماضي صورت لكم بس ما اشتريت، فهلا قلت خليني امرق واشتري جاكيت شتوي. قلت كمان بالمرة بشوف لكم بطريقي شو اسعار الجواكيت الشتوية. فوالله دخلت على المحل، ولأول مرة بفوت على محل من اول مرة وبشتري. كانت الجواكيت والمانطويات كتير حلوة، في عندكم النفخ، في عندكم السمبل العادي، وكل شي حلو للصراحة. بالبداية كنت محتارة بين جاكيتين. شو سعره؟ هلا هذا كان فيه 15. وهيك 53. فمثل ما شايفين سعرهم الواحد 325 وفي ب350. وكنت أنا والله مترددة محتارة بين البيج والرمادي، فبعد المقاس هيك والتقييس تم التصويت على البيج لأنه أحلى. وهون كمان حبيت أخذ جاكيت هدية لبنت حماي، لأنه عن جد ما قصرت معي بمرض أمير أبدا. فسبحان الله ليك، وكان في صبية حمصية كمان. دغري من فوت المحل اخذت وجهي علي وصرنا نضحك. قلت لها طيب تعي امسكي لي هالجواكت خليني اصورهم واعملي لي هيك فيهم عرض. فهي مثال عن جد للشعب الحمصي المهضوم. قلت لها تتابعني، فاذا عم تتابعيني علقي بانه انا البنت اللي شفتيها بالمحل. وهدول هن الجواكيت صورت لكم اياهم، فيكم تروحوا على المحل وتشوفوا كمان شخصي. ومن بعدها قررنا نروح نتغدى بالمطعم. هاي بعد الحرمان من الاكل. وهيك لهون كانت منتهية زيارتنا لبيت حماي. بما انه اطمنا على امير وانه الحمد لله تعافى، فقررنا خلص انه نرجع على بيتنا، كرمال الاولاد عندهم مدارس ومذاكرات بلشت. فكانت زيارة كتير حلوة وكتير مرة بنفس الوقت، بما انه كان امير مرضان، بس وقفتهم معي هي اللي خففت عني همي. وهي الصوبيا يا جماعة هي تقدمة من أخ متابع لنا، جزاها الله عنا كل خير. بعتها كهدية بمناسبة خروج أمير من المستشفى بخير وسلامة، وما حاب نذكر اسمه، فالله يجزيه الخير ويعوضه بدالها أضعاف مضاعفة يا رب. فسعرها هاي 470 ألف ليرة سورية، ما يعادل 47 دولار. وصح مرض أمير كان صعب علينا، بس خلانا نعرف المحبين اللي وقفوا جنبنا بهيك بهالأزمة الصعبة. الحمد لله المحبين كانوا كتار وما تركونا، سواء ماديا أو معنويا، سواء بالواقع أو على التليفون، كله الحمد لله. كان بس هيك ناطر كلمة لحتى يوقف معنا ويثبت دعمه لنا. فشكرا لكل حدا وقف معنا بهالأزمة، وإن شاء الله ما تشوفوا الشر بحياتكم يا رب. هلا الصبية أكيد الأخ ما بعتها يعني، لا هو قدم مساعدة مادية مشان نسكر حساب المستشفى. فلما سكرنا حساب المستشفى تواصل مع زوجي وقال له إنه المصاري ما اعتازن، فطلب إنه نشتري صوبيا مشان أمير يضل دفيان.
فالله يجزيه الخير يا رب، وحبيت اوضح لكم مو اكتر. هون جوزي بلش تركيب الصوبيا لانه رجعنا والبيت كان بارد وامير ما بيواتي البرد، تعرفوا جرحه جديد، فشغلناها وكانت هيك اجواء شتوية رائعة بامتياز. وبعد ما شغلناها هون انا بلشت ضبطي بالبيت لانه كان صار لي زمان ما رجعت على البيت وفي شوية غبرة، بلشت نظف وضبطي وحطيت عشاء من الموجود. فلأنه كنا رايحين نحنا المسا، شفت تغدينا برا ورجعنا يعني وصلنا على البيت كان حوالي 5 بما ركبنا الصوبيا وضبينا صارت حوالي 9. فمو محرزة يعني عمل طبخة، قلت خلاص بضب البيت وبحط حوادر وجود من الموجود. فيا جماعة عن جد صرنا نحس بقيمة اليوم العادي. شفتوا يوم هيك أحيانا منفيق مو رايقين ورايق خلقنا مصير نتأفأف، فاكتشفت إنه هذا أكبر نعمة عن جد، اليوم يلي بمر بسلام. فما بنعرف خير هذا اليوم حتى نوقع بالأزمة أو المصيبة. نتمنى إنه يرجع هذا اليوم العادي ونرتاح من الهم اللي نحن فيه. فالحمد لله على نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. شوفوا لي هالأجواء الشتوية ما أحلاها، الصوبيا شاغلة وكريم بعيد عنكم مرضان له أسبوع، فعم يضل نايم، عم يضل بحضن أبوه، يعني ما بده شي غير يضل مع أبوه. هون المريض اللي رايح من هالتفتيل يا أمه. شو عم تعمل؟ عم بلعب. شو عم تلعب؟ عم لكم يا سيارتي أنا مكسورة. وين الموتور الجديد؟ مضليته. هون أمير عندي إياه من الأطفال اللي بيكابروا كتير على الوجه، يعني تمنيته بس ينام بالطراحة لو يومين، أكتر من يوم ما ضاين. كان النبريجة اللي بخاصرته معرقل حركته، فلما فكيناه ما عاد يتهدى، فالله يحميه كله هين. هون مثل ما قلت لكم بلشت احط العشاء، هذا الزيتون او العطون الزيتون الاسود بعتت لي اياه بنت حماي الله يعطيها العافيه يا رب، والشنقريش كمان بعتت لي اياه. يا جماعه لو كل الدنيا مثل بيت حماي كان ما شفت كني عم تتخانق مع بيت حماها. فالحمد لله هن بالنسبه لي اهل مو بيت حما، ولا بيعاملوني كاني كني، بالعكس بيعاملوني كاني بنتهم. فالله يديم الوفق يا رب. هون كمان عملت صودا، كان جوزي جايب معه صودا دجاج، فعلى السريع حمستها مع البصل وحطيت نواشف عشان اللي ما بده ياكل صودا ياكل حواضر. والسيد أمير طلعت براسه بده طون، ضل ينق طون طون حتى جبنا له طون وفتحت له العلبة. وما يا جماعة جوزي بتقول من يوم ما شاف هاي بطل يشبع الملح، بحب هو يحط بصحن ويرشرش. وهاي كمان اللبنة المدعبلة من عند بنت حماي، يعني الحمد لله عندي بنت حماي شو ما بتعمل مونة بتحسب حسابنا، الله يخليها يا رب ويعوض عليها. وهاي الصودا هون كانت جاهزة، حطيت على الوجه دبس رمان مشان تطلع غير شكل. هلا أنا أحيانا بحط دبس الرمان مع وأنا وعم بطبخها أحيانا على الوجه، فهيك بغير أحيانا بالسيستم، ما بحب ضل على نفس الروتين. فدبس الرمان بيعطيها نكهة كتير طيبة. تصدقوا يا جماعة قديش هيك اشتقت اني ارجع صورتكم فيديوهات طويلة وارجع صورتكم وصفات جديدة. فان شاء الله هلأ مو اطمنت على امير، فان شاء الله برجع احسن من قبل. واكتبوا لنا شو حابين نصور لكم بالفيديو الجاي، شو حابين تعرفوا، شو حابين تسألوا، كله اكتبوه بالتعليقات ونحن بنجاوبكم. وجاهزين ليوم التحرير. انا كثير متحمسة يا جماعة، مو مصدقة ايمت يجي لحتى نعيش هالفرحة، فرحة السوريين يلي الكل ناطرة يا جماعة. من هلأ مبلشين، شو من هلأ من الشهر مبلشين تجهيزات مشان الاحتفال. فالله يتمم فرحنا على خير. الشعب السوري شعب بيستاهل عن جد بعد كل شي عاناه، يعني لازم نبالغ بفرحنا، لأنه الوجع اللي ذقناه كمان 14 سنة مو كلمة ومو قليل. لازم نضل محتفلين شهر زمان لقدام، ومو ما بكفي، لازم كل السنة نضل محتفلين. الله يديم الفرح يا رب على سوريا والأمن والأمان، ويحمينا قائدنا. فوالله تعشينا، هذا كان عشانا، الله يديم النعمة يا رب. وبلشت أعطي الدواء الأمير، لازم نضل ملتزمين فيه فترة منيحة لمدة معينة، يعني دواء التهاب حتى يطلع كل الالتهابات من جسمه. شوفوا لي شو عم يعمل حركات بوجهه ما حب طعم الدواء. وكمان هذا الزيتون كمان بعتت لي اياه بنت حماي. راح تقولي لي انت عايشه على حساب بنت حماكي. هذا الزيتون بدي حليه هلا، هاي القنينه الصغيره بدي حليها اول باول، القنينه الكبيره بس تخلص هاي برجع بحليها. فهلا هاي الصغيره بحط لها مي حلوه كل يوم بغير عليها مشان تحلى، وهاي الكبيره بدي احط لها مي وملح حتى تضل محافظه وما تنتزع. ولما بدي حلي لما بتخلص هاي الصغيره بحلي الكبيره. فهمتوا علي اكيد. هلا حطيت كمية منيحة من الملح
وحطيت فوقها مي وسكرتها كتير منيح وحطيتها على جنب. خلينا نخلص اللي عنا أول شي بعدين نطلع هاي. وشفتوا بالشتوية ما في أطيب من الزيتون والزيتون الأسود وجنبهم خيارة جنب الصوبيا. عن جد هاي أطيب أكلة بالشتوية يا جماعة. يعني هيك المونة حلوة بالشتا. للأسف هاي السنة ما لحقت أعمل أي نوع مونة، لا مكدوس لا زيتون، إلا كنت شاركتكم. إن شاء الله انطروني للسنة الجاي بشارككم كل خطوات المونة بإذن الله إذا ضلينا عايشين. هون كمان عندي سكر خالص، فعندي 3 كيلو بدي فضيهم أحسن ما ياخدوا رطوبة. شفتوا الجو بلش يرطب، فقلت بفضيهم وبسكر الأطرميز وبرتاح من همه. كنت والله ناوية أعمل أكلة حلو بس محتارة بين البسبوسة ومحتارة بين الكعك المالح. أختي كانت عاملة من كم يوم كعك مالح وصورت لي إياه، فكتير حلو طالع المنظر حابة هيك إني أجربه وصورتكم الطريقة. نحنا مشهورين فيه وبقتلي بالكعك المالح خصوصي بالعيد جنب الشاي. بتعرفوه هذا الكعك الأصفر المدور؟ بتاكلوه بتعملوه ولا ما بتعملوه؟ وفي ناس بتحط له سكر، يعني بكعك أصفر بس بسكر، بس نحنا لا، من جماعة الملح. وهون خلصت وكان ابني عنده بالمدرسة طالبين إنه يشتروا أعلام الثورة مشان يحتفلوا، فهو ما خبرني لآخر الليل لأتذكر. فقلت له ولا يهمك، أنا بدي أعمل لك علم يدوي على إيدي. فجبت كرتونة والله قصيتها هيك متساوية وبلشت هيك لون وارسم النجم وغمق الخطوط حتى يطلع علم. يعني مو مثل العلم الحقيقي بس ماشي الحال، أحسن ما يروح وما معه شي، لأنه كان تاني نهار بدي أروح بكير على المدرسة فما منلحق. فوالله عند أم أمير ما في شي صعب، هيك لونت وخططت ورسمت وطلع حلو، ما بيشكي من شي، يعني خارج يتعلق على حيط. مو أحسن ما يروح وإيده فاضية ما معه شي؟ لا، هيك بيروح ومعه شي، أنا شغلته مو هو. وهيك طلع منظر بالنهاية، يعني ما سيء، بالعكس حلو، بكفي إنه صناعة يدوية. ما أجا بالسهل. وهيك والله يوم جديد ونهار جديد بلشت صباحي بالتغيير لأمير. كان جايين ضيوف لحتى يشقوا عليه، فغيرت له على الجرح. ومثل ما خبرتكم كان في قطبة هيك مفتوحة كتر ما بيحرق، عقمتها وضمتها منيح، غيرت له تيابه وعطرته ومشطته. يا جماعة الناس بدهم يجي يشقوا على المريض بس المريض ما عم بينام، عم يضل يلعب. شو الحل مع هيك مريض؟ الله يحميه يا رب. صدقا يا جماعة كأنه كان كابوس وخلصت منه، يعني كنت كتير خايفة عليه. لأن المرض للولد، يعني يمرض الأب أو الأم أهون ما يمرض الولد، ويشوفوه عم يتألم قدام عيونهم ومو قادرين يعملوا شي. فالحمد لله إنه خلصنا بخير وسلامة وارتاح من الوجع يلي كان عم بيعاني منه. شو عم تعمل يا أمور؟ عم تسقع على مستورة. كوعت؟ والله لا يحرمني هالتفتيلة يا عمري، لا يحرمني هالضحكة بالبيت يا ولا ما أغلاها. طبتها يا عمري؟ يا ألف حمد لله. يا جماعة جايين الناس يشقوا على المريض والمريض عم يلعب. قوم نام. هداك السيد كريم له أسبوع هيك على هالحالة، بينام وبينق. مطبخي بعد ما ضبيته عن جد اشتقت له يا جماعة، ما في أحلى من البيت. هلا هيك ضبيت المطبخ وعم بطبخ، عم بعمل ملوخية. أنا عم بسلق الدجاج لأنه عمي جاي لعندي وجاي عبالي الملوخية اللي بعملها أنا. تبا للتواضع. حطيتك مصالح عمامي كل هدول مشتاقين لك. اشوف امير. بس أمير؟ انا جاي مشان حبيبي امير. صبت يا جدة صبت؟ يلا. مثل ما شفتوا اجى عمي وجهزت له المتة
لبين ما يشرب مرتي يكون إن شاء الله الغدا جاهز. بدي أعمل الملوخية مثل ما خبرتكم. هون بلشت الفخاد كانوا على الليزرية عم ينسلقوا، وبلشت بالرزات، حمصت الشعيرية وحطيت المي. وهلا بدي أغسل الملوخية كتير منيح. طبعا أنا كنت ناقعتها وشاركتكم طريقتها من قبل في فيديو ماضي بقناتي بتشوفوه. هلا إذا حابين، إذا ما كنتم حابين تروحوا على هداك الفيديو فشوفوا الطريقة هون. كنت نقعتها لمدة ساعة بمي سخنة، وهلا بدي أغسلها. أنا عم بغسلها برش عليها ملح لحتى كل شي تزغبر يطلع منها. بعصرها كتير منيح، بغسلها أكتر من زوم، بعصرها كتير منيح مشان لما أقليها بالسمن ما يكون فيها مي أبدا. هون للرزات بدي أضيف معلقة ملح أو حسب ما بتحبوا أنتوا الملوحة، وشوية فلفل لأنه جوزي ما بيحب الفلفل كتير بالرز، فبرش شوي لأني أنا بحبه. شو أعمل؟ بغطيه وبحطه على جنب. وهلأ بدنا نقلل الملوخية. بنحط كمية سمن وفيرة، وفيرة منيح يعني نص خفيف، لأنه الملوخية طيابتها بالسمن. أنا بحط كل كمية الملوخية، وفي ناس بقلوها كل شوي بشويتها، فأنا مالي خلق للصراحة. لا، بخليها كلها سوا، بخليها مدي أطول، بتاكل تقلايتها منيح وبتطلع ولا أطيب من هيك. بضل خليها لحتى تاخد اللون الأسود يا جماعة. هيك شوفوا اللون بلش ياخد لون أسود بيكون حاجة تقلاي، أو بس بلشت هيك تلزق معناتها حاج. هون بعد تقلاي لمدة ربع ساعة شفتوا بلشت تاخد لون الأسود، فضفت الدجاجات يتقلوا كمان مع شوي، وضفت بعدين مرقة الدجاج وبغطيهم وبتركهم ينسلقوا. وبعدين بكون هون قشرت الثوم، جهزت الثوم. والثوم الملوخية يا جماعة بتحب الثوم، قد ما حطيت الثوم ما بيأثر، لا خوف عليكم يعني، ما رح ينتزع طعمه، بالعكس الملوخية بتحب الثوم والسمن، والباقي هدول الشغلات الأساسية، وما تبقى كله فرعي. ضفت مرقة الدجاج بس شفتها قليلة، فرجعت ضفت مرقة مية عادية وتركتهم ينسلقوا مع بعضهم. هلا بدي اجهز التومات. طلعت راسين توم وبعدها حسيتهم كمان قلال، طلعت راس ثالث فحطيت لها 3 روس توم. في ناس بتدقوا دقلة توم، نحنا لا، بنقطعه تقطيع بيطلع منظره احلى وبيستوي، لا تخافوا بيدوب ذوبان كمان. فانتوا كيف بتحبوا، من النوع اللي بيفرموا ولا بيدقوا دق؟ وهلا هون المرحلة الأخيرة، وضع البهارات تبعون الملوخية. هلا الملح، مرقة الدجاج فيها ملح وظاهر كمان فما بدي أحط ملح. حطيت معلقة صغيرة دبس فليفلة بتعطيها طعم طيبة، كزبرة معلقة كبيرة، وهيك رشة توم بودرة إذا متوفر، هذا شيء اختياري فيكم تستغنوا عنه. وفليفلة حمرا يابسة معلقة كبيرة كمان. هلا كمان الملوخية أكتر من كزبرة وفليفلة ما بدها. هلا بحركهم بقى منيح وبتركهم يستووا على نار هاتي. انتوا بتحبوا الملوخية بالدجاج ولا باللحمة؟ والله لسه ما جربتها باللحمة بصراحة، لأنه بنحبها بالدجاج كتير. وهلا بدي اجلي أول بأول حتى ما يتراكم عند جلي، لأنه بس نجلي أول بأول ما بنحس إنه في جلي كتير، بس لما بنتركه كله لبعد الغدا هون المصيبة. شفتوا الواحد بعد ما يتغدى ما له نفس يقوم يتحرك يعمل شيء، فبجلي أول بأول لبين ما يكون استوت الملوخية. والرز هون عندي كان مستوي. لا هيك استوت وبضيف عليها الجزرية. بتبخى شوي وتفضل عايز. الريحة غير شكل يا جماعة. ومثل ما شفتوا لما ضفت الملح الليمون تركتهم شوي وبعدين طفيت الغاز. هلا بدي بلش حط الأكل. شوفوا لي على هالرز كل حبة والتانية، أنا أكتر أكلة بتزبط معي الرز. قولوا ما شاء الله وصلوا على النبي، أحسن ما تتركوني عين والمرة الجاي بطل يزبط معي. عم بمزح معكم. صبيت. والملوخية أكلة ملوخية برجع بقولكم إياها. نحنا يا جماعة بالعيلة وراثة عشاق الملوخية، حتى أولادي طالعين لأهلي
يروح قلبه الملوخية بالبيت. فجربوها بهاي الطريقة وخلوها. أهم شي يا جماعة، أهم شي تاكل التقلاية منيح. في ناس بيشوحوها تشويحتين وبيتركوها، لا خلوها تاكل حقها بالسمن والتقلاية. وهيك كان الشكل النهائي للأكل. الله يديم علينا هالنعمة يا رب. وإذا جاي بالكم الملوخية قوموا اطبخوها على هاي الطريقة وخبروني بالنتيجة. والله تغدينا، وعمي من النوع اللي بحب الأكل على أصوله، فقد كتير طالعة ظابطة الملوخية والرزات غير شكل. هاي شهادة عمي فيني، أنا مالي علاقة. الفيديو الجاي بصور لكم إياه وهو عم يحكي هاي الشهادة. هلا بدنا نجهز فنجان القهوة قبل ما يروح عمي على البيت بعد الغدا. واحلى فقرة عندي هي فقرة القهوة. طبعا حطيت الكاسة لأنه عمي بيحب يشرب القهوة بالكاسة، ما بيحب يشربها بالفنجان. فأنا بحط الفنجان وعند آخر لحظة بتذكر بشيله وبرجع بحط كاسة. ويا جماعة لسه ما خلص نهاري، لسه في عندي كتير أمور لازم أخلصها. فقلت بخلص لكم الفيديو وتشوفوه وتكتبوا لي رأيكم فيه. وإذا وصلتوا لهي النقطة من الفيديو بتمنى منكم التعليق واللايك. اللايك يا جماعة هو اللي بيرفع الفيديو وبخلي عندي حافز إني استمر. ما ضل شي ونوصل ل1000 مشترك، ومعكم إن شاء الله حابة أوصل أول شي ل10,000 بهمتكم. فإذا وصلتوا لهي النقطة اكتبوا لي تعليق إنه وصلتوا لهون. بتمنى يكون هالفيديو نال إعجابكم واستمتعتوا فيه. واكتبوا لي الفيديو الجاي شو حابين، عن شو حابين نحكي وعن شو حابين نصور. طبعا ما بنسى أتشكر أصحاب التعليقات الحلوة اللي كل مرة تعليقاتهم بيخلوا عندي تفاؤل إني كفي. ويوم مرض أمير تعليقاتهم ودعواتهم كان كفيل إني هيك خليني مبسوطة ومرتاحة، فكل الشكر لإلهم. وهلا بنهاية الفيديو حبيت نحكي أنا وزوجي عن سؤال لمتابعة سألتنا قديش عيلة من 5 أشخاص بدها بالشهر تكلفة. فنحن جاوبنا على سؤاله. وإذا عندكم أي أسئلة اكتبوا لنا إياها بالتعليقات. بحبكم كتير يا أحلى متابعين. انتظروني بالفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قاعد مستدفع مشرب متي. تفضل. شو هذا؟ دفتر، شغله شايف انه دكتور والله. قلم. 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 في متابعة سألتني كذا مرة، أكثر من مرة بالتعليقات، إنه شو أسعار شو وضع المعيشة بسوريا لأم 4 أطفال، قديش تكلفتهم الشهرية. فأنت احسب لها شنو نحن بنحط بالشهر. أمه 4 أطفال. إيه يعني حسب الاطفال قديش اعمارهم. أي حسب. لا هلا حط أنت شيل أجار البيت، إذا في بيت أجار ولا لا. يعني من ايجار بيت. أي سجل. يعني هلا هون مع كاس حسب المتي. ايجار البيت، حسب يعني حسب الزلمه، حسب الايجار. مثلا يعني في عندك والله مشكل ايجارات ما بنحسها عليها. خلينا على أرخص بيت. أرخص بيت $80. يعني هلا ارخص شيء تقريبا $70. أي. $70. هاي كريم تعال. ارخص شيء. أي. يعني بالنهار بدك تقولي يعني هلا نحن يوم ما بنحط $10. ايه تقريبا يوم ما بنحط تقريبا. هاي يعني سكتة الكريم. بدها بمعدل يومي تقريبا، بمعدل يومي ساري بدها بالنهار تقريبا بدها 100,000. 100,000 هاي أقل شيء إذا ما بدك تطبخ طبخة كبيرة. 100,000 معدل، مع كبير مع صغير، معدل يومي يعني. وإذا بدك تطبخ طبخة يعني كبيرة بدك بتوفر منه مثلا، إيه. بتوفره مثلا نهار، بتقضي نهارين، بتخبص خبصة بعد 3 أيام مثلا. مثلنا. معدل يومي يعني زيت، سمن، سكر، هاي الشغلات، توابع مثلا، إذا في حفوضات، إذا في شيء كذا. إذا في حليب للأطفال غير بيختلف. لك إجباري. كهرباء إذا يعني كمان. مثل امبارح الموفر حطينا 500,000. هاي ما جبنا طبخ. اي هلا بتختلف يعني من شخص لشخص ومن عائله لعائله. مثلا نحن عنا اطفال بدنا حفاضات وبدنا حليب. اي لك اجباري. وبرجع بيجي قاعد بالشتوية مازوت، نهار بدك لترين مازوت حقهم 20,000. سجل 20,000 يعني 20 بالنهار. هاي بالنهار. ايه يا جماعه كريم مرضى ما تبخسونا على هالصوت. شو كمان يعني ايش قد بدها معدل بالشهر؟ يعني بدها معدل بالشهر تقريبا. هاي بالآلة الحاسبة. طبعين كريم مقرب يعني ما عم يسكت. يعني بدها $400 تقريبا. مع ايجار البيت ايه ولا بس مصروف؟ مع ايجار البيت. هذا يعني شيء منه وما كله يعني. يعني اذا بدك تعيش بالتقنيت. ايه بالتقنين وهيك. فينا هي على حسب، فينا نقنن اكثر.
يعني معدل من $300 طالع حسب هاي الرغبة. بتمنى يكون وصلتك الفكرة يا هي كاتبة اسمها أدهم مو كاتبة اسمها، فبتمنى يكون وصلتك الفكرة. هاي كريم انتقل للوجه الثاني. فإذا عندكم أنتم كمان أي أسئلة سألونا إياها ونحن بنجاوبكم. وهاي بالنسبة للمصروف تختلف من عائلة للتاني، هاي كل شهر شيء حسب إذا إيدكم فاروطي ولا بتعيشوا بالتقنين. إذا لا سمح الله يمكن واحد يفوت دكتور، فوت مشفى، أدوية غيره وغيرات، هذا كله لحال. يعني بدك $600 أقل شيء بالشهر. إذا بدك تعيشي عيشي وسط، إذا بدك تعيشي برفاهية بدك من $1000 وفوق.